أهلها بصعوبة قبلوا يزوجوها لشخص تركي اللي هو اليوم زوجها. تعالوا نسمعوا صوتها. هذا بالضبط كيف احنا كنا في كتب الكتاب. فايش قاعدين بيتنا؟ انا العروسه الفلسطينيه مقدسيه ومتزوجه تركي. انا وزوجي تعرفنا على بعض في كورس للغه التركيه. هيني هو عرفت. لقيته جايب امه عشان تشوف كنتها المستقبليه يعني. بعرف جازمك بزلمه. بيحكوا تركي انا مش فاهمه شيء. مرحبا. اوكي، اولا بدك تحكي لي عن اميره. عندما شفتها أول مرة أنا فهمت هذا الامرأة التي أريدها يعني. الصراحة كان فكري بهداك الوقت مختلف عن هلا، ثقافة جديدة، جنسية تانية، فالزواج رح يكون صعب. لحد ما لقى أخوي صديق مشترك، أبوه كان والي سابق في إسطنبول، وصل لجده السابع، يعني قال له الجماعة كتير ممتازين، فصفى إنه ما في يعني أي حجة إنهم يرفضوا أهلي. إجوا كتبنا الكتاب في الأقصى. بعد كتب الكتاب حماتي عملت لنا مجسماتنا، تركت لنا الخيط. هاي من العادات اللي عند الأتراك، إنه لما بيلبسوا الدبل بيحطوا بيناتهم هيك شبرة حمراء وبيقصوها. والعادات كان فيك عادات حلوة غريبة، اشياء اللي صدمتك؟ في عادات كتير حلوة عند الأتراك في الأعراس، إنه في الحنة بيقعدوا العروس بيحنوا لها ايديها وبعدين بيصيروا يدوروا حواليها يغنوا لها اغاني حزينه وبتشوقها لامها لحد ما تبكي العروسه. هاي مثلا في الحنه كمان من العادات، انه بقعد العريس والعروس بتدور حواليه في الجره وباخر تكسرها، بيكون في جواتها هيك زي سكاكر ومصاري وبهجموا هيك الصغار ياخذوها. ممكن تحكي لنا عن تجربتك انك تجوزت حدا مش تركي؟ الزواج مع الأجنبية برأيي جيد جميل. لماذا؟ لأن التعرف الثقافة الأخرى برأيي شيء مفيد. في مثلا عادة معينة حبيتها فلسطينية كانت مفاجأة لإلك؟ الأكل فلسطيني. أوكي، حبيت أكل يعني العرب أحسن من أكل الأتراك. طبعا. شو علمك طيب الزواج من جنسية مختلفة؟ أهم إشي علمني إياه إني أتقبل إنه يكون في حدا مختلف عني. اتعلمت إنه عادي أكون أنا صح وهو صح. أكيد في كتير تحديات بتواجهنا، آخرها طبعاً إنه إحنا هلأ مثلاً مش مع بعض، كل واحد فينا ببلد، ففي كتير تحديات، أصعبها التحديات السياسية الصراحة. بس أنا ما بنصح بالزواج جنسيات. ليش؟ لأنه مش كل الأتراك زي زوجي ولا كل العرب زيي. أنا حياتهم وطريقتهم عجبتني ومتأقلمة معها وعن جد حبيتها. وإنتوا كمان عندكم اسم مميزة، تواصلوا معنا ونشوفكم ببيتنا.